اهلا بيكم فيديو جديد. يوم النهارده مختلف. انا جيت لقيت ان انا هعمل اكل ايه. الولاد في الاكل الارديحي ما بياكلوش قد كده. طب شغلت مخي شويه وقلت هعمل لهم كبد النهارده، فراخ بيحبوها. مع ايه بقى؟ هقول لكم. الكبده بكام دلوقتي يا جماعه؟ الكبده دلوقتي الكيلو ب90 جنيه، يعني الطبق النص ب45. فانت على حسب عيلتك، يعني احنا 6 افراد، لما اجيب طبق او طبقين انصاص ب90 جنيه يبقى انا كده عملت اكل اقل من الارديحي كمان في زماننا ده. تمام، واخدين بالكم؟ فجبت الكبد بعد تفكير عميق، يعني لان امبارح واكلين فراخ ومحشي. فالنهارده قلت خلاص انا هعمل الكبد دي. جبتها نضفتها وسريعه وحلوه وسهله، وتبلتها بتوابل كبده وتوابل فراخ وفلفل اسود وكزبره ناشفه وخضره اللي هي كزبره او كرفس، وقرن فلفل كان موجود عندي. وطبعا لو عايز تحطي طماطم حطي، بس انا ما عنديش. وتومه وبالموجود وملح، وتبلتها وولعت عليها ريحتها فظيعه يا جماعه، حلوه جدا جدا جدا. طيب وكمان ايه كمان، انا عندي الحله دي الصغنطوطه دي باقيه من المحشي بتاع امبارح، فهسخنها وهنعملها جنب الايه، جنب الكبد بتاعه الفراخ. تمام كده، تمام كده، عشان ما ارميش حاجه. واللي هي ومحشي الخس كمان اهوت اللي باقي، والاخضر عملته برده وسخنته. هنا كان عندي شويه عصاج مفروم كده، فانا هطلعه. طبعا كان مجمد، فانا طلعته عشان افضي الفريزر. شويه صغيرين خالص ازاي، هعمل عليهم كيس مكرونه. يبقى انا كده رضيت جميع الاطراف. طبعا المكرونه بتتسلق اهيت، كيس واحد هعمل. اللي عايز ياكل بقى ويكمل بعيش الكبد يكمل، وهكذا. طبعا يا جماعه لازم نشغل مخنا، ولازم نفكر ايه اللي اقدر اعمله ومتاح. ولو ولادي ما بيحبوش الاكل الارديحي يبقى ممكن اعمل لهم الاكلات ديت بشويه مفروم متبقيين، بكبد باجنحه، بالحاجات اللي هي سعرها على قد الايد، واقدر ان انا اجيبها وامشي اليوم بتاعي. دي بس كانت فكره النهارده، قلت اعرضها عليكم. طبعا انا لسه راجعه من الشغل، يعني يا دوب يا دوب يا دوب يا دوب كله على كله، اقلب اقلب اقلب. وطبعا وصيتي لكم النهارده او نصيحتي لكم النهارده، صلوا الصلاه على وقتها، لان بجد 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 احنا كأمهات ضايعين في الموضوع ده. لان التوقيت الشتوي ده مخلي تقريبا كده اللي انا حاساه ان الصلوات كلها جايه مع بعضها، ما بنلحقش ان احنا مثلا نسوف الظهر ولا نسوف العصر ولا نسوف المغرب، كله يا جماعه ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. فعشان برضو ما ننساش عبادتنا في وسط اللي احنا فيه ده كله، لازم برضو ان احنا ايه، ننظم امورنا كده. اول ما ترجعي تصلي، وبعدين تبداي بقى شغل المطبخ وشغل البيت، لان انت لو دخلتي المطبخ صدقيني مش هتلحقي تصلي ومش هتلحقي تخلصي اي حاجه. طبعا هلخبط بقى المكرونه على اللحمه المفرومه واوريها لكم، والكبده خلاص اهي تقريبا داخله في السوا. خلاص الاكل بثانيه الا ثانيه كان جاهز. اي اكل يبقى عندكم حافظوا عليه في كيس كده وارميه في الفريزر او حطيه في الثلاجه. حافظوا على النعمه يا جماعه عشان ربنا يحفظها لنا ان شاء الله. وانتم شايفين الاسعار عامله ازاي والدنيا عامله ازاي، فنلم النعمه كده ونحافظ عليها. معايا بقى هعمل المكرونه واوري لكم بقى الاكل بتاعها. كده المكرونه بتاعتنا جاهزه على الغرف، شايفين حلوه ازاي، وجواها بقى اللحمه المفرومه حلوه. يعني فكره هايله قوي 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 ومدعمه للاكله بتاعتنا. هنا بقى خلاص الكبده بتاعتنا خلاص خلصت، وحطيت عليها كمان معلقه صلصه. قلت علشان مفيش طماطم، فتدي لها ايه، تكسر اللون كده. يعني شايفين هي خلاص برضو استوت، شكلها حلو قوي. حبيتش اقطعها قوي عشان تبقى ايه، حلوه كده وشكلها حلو. تمام. المحشي بتاعنا خلاص سخن اهو، خلاص طلع دخان.
يلا بقى الف هنا اللي هياكل. قلت انقل لكم بس يومي وفكرتي النهارده. بحبكم بس.